ان انا عارفه انا بنزل ايه كل يوم، ده مش استراتيجي. مفيش حاجه اسمها استراتيجي بان انا عارف ان انا هنزل ايه، انا هنزل ايه وليه، ليه هي دي الاستراتيجي. فالكالندر انا هنزل امتى ده مش صح، بس ان انا عارفه انا هنزل ليه بقى هو ده المهم. احنا اليومين اللي فاتوا اعتقد فهمنا ايه كونتنت استراتيجي، بس عشان نحطها ان سبيسيفيك او نحطها ان ديبث وان ديتيلز محتاجين ايه، نفكر بقى احنا كل حاجه بنعملها ازاي. الكالندر انا بعرف انا هبوست ايه وهبوسته امتى، واعمل كونتنت بلان، انا حطيت البوست ده بالكابشن ده ومش عارفه ايه، تمام، ده كونتنت كالندر. بس انا ما عنديش استراتيجي، مش كل بيس اوف كونتنت ليها بيربس، مفيش كل بيس اوف كونتنت ملهاش هدف معين. والكونسيستنسي في ان انا بوست، انا ببوست كل يوم بس ما بيحصلش حاجه، ما مش هيحصل حاجه عشان تقريبا بوست كل يوم نفس الحاجه، ومفيش كل بيس اوف كونتنت ملهاش هدف. ببوست في ذا سيك اوف ان انا باسمي ببوست. طب ليه الحرق؟ جو بقى نبوست 3 مرات في اليوم عشان الاكونت فايرال وكده، لا ما بنعملش كده. جو بقى ان انا بوست بقى كل يوم وما بلاقيش ريزلت عشان الحاجه بجد ما لهاش اي هدف سامي في الموضوع. يعني لازم الموضوع بجد يكون له استراتيجي واضحه. الاستراتيجي بقى هي ايه؟ كل بوست يبقى عنده اوبجيكتيف، انا عارفه بوست البوست ده عشان كذا، انا دلوقتي عايزه الم فولورز، يبقى انا بوست البيس اوف كونتنت دي في ذا سيك اوف ان هي تو جو فايرال فيجي لي نمبر فولورز اكتر. ممكن ابوست كونتنت عشان انا عايز الاكونت بس يبقى عنده ريتش، اعمل حاجه من الاستاتكس بتاعت الانستجرام دي وما يجيليش من عليها فولورز. لو انا ده الهدف بتاعي والانسايتس بتاعتي بتقول نفس الكلام يبقى انا شغال صح.